الدجاج المقلي مع الرز او الفرايد تشيكن بطريقة سهلة وبسيطة. بحتاج دجاج منزوع الجلد ومقطع قطع صغيرة بالشكل هذا، واضيف عليه ملح، عصرة حبة او حبتين ليمون، واغمره بالماء واخليه لمدة 5 دقائق. وبعد 5 دقائق اغسله غسلة سريعة واصفيه تمام. اخليه بمصفى لمدة 10 دقائق حتى يتصفى معانا تمام. اخليه في وعاء او اضيفه في وعاء، واضيف عليه ملعقة ملح، ملعقة فلفل اسود، ملعقة كبزرة مطحونة، ملعقة بابريكا، ملعقة زنجبيل بودر، وملعقة ثوم بودر. اخلط البهارات مع الدجاج تمام. اذا نشتيه سبايسي او حار نزود الفلفل الحار. بعد ما خلطتهم بغطيهم بخليهم بالثلاجة اقل شيء لمدة ساعتين. وبعد ساعتين عندي زيت غزير وساخن، بختبر حرارة الزيت، بضيف قطعة. اول ما تستوي معانا القطعة الدجاج وترجع معانا بالشكل هذا نضيف الكمية الباقية. اضيف باقي كمية الدجاج واقليه. واثناء القلي ما نحركه زيادة، نحركه بس علشان يتفكك من بعض. والقلي ما نبالغ فيه، يا دوب 4 5 دقائق يكفيه. بعد 4 أو 5 دقائق برفعه من الزيت واخلص باقي كمية القلي. في طاوة ثانية او قدر ثاني بحتاج قطعة زبدة. اخلي الزبدة تذوب على نار هادئة جدا. وبعد ما ذابت معانا الزبدة بحتاج بصل اخضر مفروم ناعم، فلفل حار حسب الرغبة. اطبخ البصل مع الزبدة حتى البصل يذوب القليل، واضيف عليه فلفل الوان وجزر مبشور بشر خشن. اطبخ الجزر مع المكونات هذه من 2 إلى 3 دقائق على نار هادئة. وبعد 2 دقيقة تقريبا بضيف الدجاج. اطبخ الدجاج مع المكونات هذه برضو 2 3 دقائق، واضيف عليه 2 3 ملاعق صويا صوص، او على حسب الرغبة، ممكن نزود قليل عادي جدا. بعد ما جهز معانا الدجاج بنخليه على جنب ونبدأ نجهز الرز. بحتاج رز بسمتي هندي، بغسله 3 4 غسلات، واصفيه من الماء وارجع انقعه اقل شيء لمدة نصف ساعة. ماء مغلي بضيف الملح والزيت، بازلة خضراء مجمدة، واضيف الرز بعد ما نقعته تقريبا نصف ساعة. والان بخلي الرز يستوي 80%، تقريبا اقل من 10 دقائق على نار متوسطة. وبعد ما اتأكد ان الرز قرب يستوي ارفعه واخليه بمصفاة، واضيف فوق الدجاج سمسم. والان بضيف الرز، اوزع الرز بالشكل هذا فوقه. بحتاج لي ملعقتين خشب، واقلبه من اليمين لليسار من اليسار لليمين والعكس. قلبوه بملاعق خشب علشان ما يتعجن عليكم. وبعد ما رجع معي بالشكل هذا بضيف الجوانب قليل زيت، واغطيه بقصدير اخليه اقل شيء لمدة نصف ساعة على نار هادئة جدا. واذا رجعناه في القدر برضه ينفع، بس انا افضل الطاوة هذه افضل. يا جماعة شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله، ضروري تجربوه وتعطوني رأيكم. وعليكم بالعافية، وفي امان الله.